بديل الديرما بلاننج لتفتيح البشره وتقشيرها والتخلص من الجلد الميت، ان شاء الله هعملها النهارده معاكم بشفرات فلامينكو بكل بساطه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. انا ما بحبش خالص اني احط اي شفرات على بشرتي من غير اي ماده دهنيه او ماده جل. انا هنا ضايفه جل على البشره، او ممكن كمان لو عندك غسول ممكن تطبقي غسول على بشرتك لمده دقيقه وتبتدي تشتغلي عادي. بنجيب شفرات الفلامينكو دي زي ما انتم شايفين، بنبتدي من الدقن اللي طلوعا لفوق، لان كمان الشفرات دي بتزيل الشعر وبتزيل كمان الجلد الميت. فانتي بصراحه بعديها بتحسي ان بشرتك مختلفه 180 درجه. وبالنسبه للناس اللي مش متعوده على استخدام الشفر على البشره، لازم يخلوا بالهم يعملوا اختبار حساسيه. كمان اللي بشرتهم حساسه وعندهم حبوب حيه في البشره ما ينفعش ابدا يستخدموا الطريقه دي. طيب ايه الفرق بين شفرات فلامينكو وشفرات الديرما بلاننج؟ طبعا شفرات الديرما بلاننج هي الافضل وهي الاحسن، وبتكون استخدام مره واحده وبتترمي. احنا برضو شفرات الفلامينكو دي ممكن ان احنا نعقمها قبل كل استعمال وبعد. طبعا الديرما بلاننج ممكن تكون مش متوفره عند كل الناس، وممكن يكون سعرها مرتفع شويه. في النهايه الاتنين بيقضوا نفس الغرض، هو التخلص من الجلد الميت وتفتيح البشره وتهيئتها لاستخدام سيرومز وكمان الكريمات التفتيح عشان تكون بشرتنا نضره وزي البيبي. لو استفدتي ما تنسيش تدوسي لايك للفيديو وتشتركي في القناه، واشوفكم على خير.